صفحة 79 من تحت. 79 من تحت، يلا بسرعة. 79 من تحت. يا رب أعمل من أجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوت تنهد شعب. ادينا يا رب انت الإيمان، نشوف خلاصك على دوام، حتى لو كان في أتون النار، حتى لو كان في عمق البحار، حتى لو كان في أتون النار، عمق البحار. عجيب عملك يا فوق الخيال، يا رب اعمل من أجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عيناك مفتوحة وأذناك مصغية إلى صوت تنهد شعبك. نترك الجيران عند الأبيار، نبشر بخلاص إلى جبار هذا من الموت، قصر القيود هذا من الموت، قصر قم من القبر بكل انتصار. يا رب اعمل من أجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوت تنهد شعبك. ليس لنا، ليس لنا يا رب نحوك عيوننا، ارحم شعبك، عظم لطفك، ارحم شعبك، عظم لطفك، وبنعمتك سهل سبلك. يا رب اعمل من أجل اسمك، ليس لكوني بار في عينك، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية، لتكن عينك مفتوحة وأذنك مصغية إلى صوت تنهد شعب. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده عايز اكلمكم في موضوع كتابي بعنوان التطويبات الاخرى. كلنا عارفين ان في تطويبات وردت ضمن العظة على الجبل، وردت في انجيل معلمنا متى اصحاح 5 اللي بدأت بطوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر إلى آخره. ودي بنسميها التطويبات، واتكلمنا عنها مرات كتيرة في أناجيل القداس. النهاردة ضمن الموضوعات الدراسية الكتابية هناخد موضوع التطويبات في الكتاب المقدس، لكن التطويبات الأخرى اللي على اللي غير يعني
تطويب اللي ورد في العظة على الجبل. كلمة طوبى أصلها العبري، يعني يقولوا أصلها عبري أو سورياني. كلمة طوبى جاية إما أصلها عبري أو سورياني، وتيجي بمعنى السعادة والبركة معا. يعني يا سعادة الإنسان ويا بركته، الاثنين. نقول له يا غبطة، حتى بنقول صاحب الغبطة يعني صاحب السعادة وصاحب الإيه؟ البركة. جاية في الأصل العربي من المصدر طاب أو يطيب. عارفين لما يقول يطيب لي، يعني يسعدني، أو جاي من كلمة يسعد أو ينعم. يسعدني أو إن أنا أقدم لكم كذا مثلا. في الإنجليزي تيجي بمعنى البركات، فكلمة طوبى تيجي بمعنى البركة والسعادة، أو السعادة المملوءة إيه؟ المملوءة بركة. العهد الجديد مليان بركات. العهد القديم كان فيه بعض اللعنات، زي الأرض اللي لعنت بسبب إيه؟ بسبب آدم لما سقط في خطيته. وزي حاجات كتيرة، زي الشعب لما كسر وصية ربنا، حاجات كتيرة. لكن العهد الجديد والكتاب المقدس عموما مليان بالبركة ومليان بالإيه؟ بالتطويب. تعالوا أقول لكم بعض نماذج التطويب اللي وردت في الكتاب المقدس، بخلاف ما ورد في التطويبات زي ما قلنا من شوية. أول تطويب، إحنا ناخد كم نقطة كده. أول تطويب هو التطويب، وده يعتبر موضوع دراسي برضه، ناخد آيات من الكتاب المقدس كلها. يعني ده، بصوا، دراسة الكتاب المقدس إحنا ممكن ناخد موضوع بعينه ونبحث عنه، ممكن ناخد شخصية ونبحث عنه. يعني مثلا ممكن نكتب الإيمان في حياة الآباء في إيه؟ في الكتاب المقدس، أو في قديس الكتاب المقدس، حياة الإيمان، ونبحث عنه. فده يبقى إيه؟ يبقى مبحث. دي طريقة دراسة الكتاب المقدس. ممكن ناخد شخصيات، مش كده؟ مثلا شخصية أبونا إبراهيم، شخصية متى العشار، شخصية بولس الرسول. فدي برضو طريقة من طرق الدراسة، وهكذا نقط. ممكن ناخد المسيح مثلا في أسفار العهد القديم، وناخد مثلا المسيح في سفر التكوين، الرموز والإشارات، مش كده؟ ممكن ناخد الأمثال زي ما خدنا المرة اللي فاتت في الأناجيل. فخدنا مثلا متى كام؟ خدنا متى المرة اللي فاتت كام؟ متى 13، مش كده؟ لما درسنا مع بعض الأمثال الإيه؟ الأمثال الملكوت اللي وردت كلها، وهكذا. متى كام؟ 13 ولا كان كام؟ افتكر. ها؟ 13 صح. أول تطويب هو، يلا ركزوا بقى، أول تطويب هو التطويب بسبب الإيمان. ربنا امتدح الإيمان جدا، وكثيرين في الكتاب المقدس ربنا طوبهم عشان إيمانهم. والإيمان في الحقيقة يستحق التطويب جدا. ليه؟ الإيمان هو المدخل للعلاقة الحقيقية مع الله. يقول الكتاب إيه؟ يقول بدون إيمان لا يمكن إيه؟ إرضاء. فالإيمان هو إيه؟ الخطوة الأولى، البداية. لذلك إحنا ما نقدرش نعمد الطفل. وأنا ليه ذكرت المعمودية؟ لأن المعمودية هي إيه؟ بداية كل الأسرار، المدخل للأسرار. ما نقدرش نعمد الطفل لما نعمل إيه؟ إلا لما يقروا قانون الإيمان. فطب وإحنا بنعمد الأطفال ما يقدروش يقروا، نجيب الأب والأم يقروا ويبقوا أشابين نيابة عن الإيه؟ عن الإيه؟ فالإيمان مدخل يا أحبائي. لا يمكن، حتى شوفوا، حتى تفسير الكتاب المقدس، تؤمن وبعدين إيه؟ ترى عجائب من ربنا. تؤمن وبعدين ترى عجائب، زي ما ربنا كده قال لمريم ومرسى، قال لهم ايه؟ ان امنتي ترينا ايه؟ ترينا مجد الله. تؤمن وبعد كده نعمه الروح القدس تعمل فيك، مش كده ولا ايه؟ عشان كده يقول الكتاب لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح الرب الا بايه؟ بالروح القدس. يفتح قلبه بالايمان والروح القدس يحرك قلبه ويبدا يشتغل. ربنا يسوع طوب الايمان في قصه مين؟ اول قصه، اول قصه في قصه معلمنا بطرس. مره السيد المسيح بيسال التلاميذ من يقول الناس اني انا؟ رد واحد قال له
انت ايليا، واحد قال انت نبي من الانبياء، واحد قال موسى، واحد قال وانتم من تقولون اني انا؟ انتم بالنسبه لكم انا مين؟ انا بالنسبه لكم مختلف. قديس بطرس راح صرخ على طول وقال له ايه؟ انت المسيح ابن الله الحي. مش كده؟ قال له ايه؟ طوبى لك. قال له كده: طوبى لك يا سمعان بن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السماوات. هنا ربنا طوب مين؟ طوب ايمان اللي موجود عند مين؟ عند بطرس. فاستحق التطويب، يعني السعاده والبركه. في قصه في قصه القيامه، السيد المسيح ظهر في القيامه للتلاميذ وهم مجتمعين بدون توبه. وبعدين لما حضر معاهم توما وحكوا له قصة القيامة، قال لهم لا، ما أمنش. ما كنتش أحط صباعي مكان المسامير ومكان الحربة، ما أمنش. وبعدين ربنا يسوع المسيح ظهر للتلاميذ وهم مجتمعين ومعاهم توما، وبعدين توما مش مآمن، فربنا قال له هات إصبعك، وحط إصبعه مكان الحربة ومكان المسامير، وصرخ وقال له إيه؟ ها؟ ربي وايه والهي. وربنا راح قال له لانك رايتني امن يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. فده بقى ايه؟ التطويبه دي جت لمين؟ جت للكنيسه كلها. احنا كلنا نعتبر امنا ولم ايه؟ ولم نرى. يعني شك توما في اللحظه دي جه ايه؟ لفائده الكنيسه كلها، كلنا خدنا البركه دي. وربنا قال طوبى لمن لا يعصر فيا. لا يعصر فيا يعني ايه؟ كلمه لا يعصر يعني لا يشك. سامحوني يا اولاد، ياما ناس، كلنا احنا مؤمنين في الكنيسه، كلنا مسيحيين وكلنا مؤمنين، وان سالتكم مين بيؤمن كلنا هنقول بنؤمن. لكن الايمان الحقيقي يبان في الضيقات وفي الاتعاب. ياما ناس لما تتعرض لضيقه تشك، وياما ناس في اعترافاتهم يقولوا تعبيرات غريبه خالص: مش فين ربنا من كل اللي بيحصل؟ صحيح وقت بجرح الناس تبقى يعني، لكن في ناس يزودها شويتين. احيانا نعذر الناس في وقت حد فقد حد غالي عليه، شاب بتاع، بيتاثر شويه، ده معذور شويه. لكن في ناس تزودها قوي. هنا الايمان ايه بقى؟ هنا الايمان معدنه محتاج يتصنفر، مش كده ولا ايه؟ عشان يبان المعدن الاصيل من المعدن اللي مش ايه؟ مش اصيل. فخد بالك، طوبى لمن لا ايه؟ يعصر فيا، يعني ما يشكش. خليك عارف ان ربنا موجود، وخلي عندك ايمان حقيقي. شوفوا امنا العذراء نموذج للايمان ده. شوفوا قالت ايه هي بقى؟ برضو استحقت، قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. تطوبنا ليه؟ لأنها طبعا هتبقى تستحق أنها تبقى والدة الإله. لكن كمان القديسة أليصابات لما زارتها العذراء قالت لها إيه؟ قالت لها سر التوبة. إيه هو سر التوبة؟ قالت لها توبة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. أنت يا بختك إنك آمنت، وامنتي بما قيل لك من ايه؟ من قبل الرب. ليه بقى اليصابات؟ ما اليصابات لسه جوزها كاهن وشيخ كهنه كبير، زكريا ده. وبعدين لما الملاك راح ظهر له وكلمه شك، قال له تفضل صامت. لكن العذراء رغم انها فتاه صغيره وبنت صغيره وما هيش بدرجه كهنوتيه ولا حاجه، الا انها على طول قالت للملاك ايه؟ ليكن ليك قولك، هوذا انا امه الرب. انتوا عارفين الاباء يقولوا في اللحظه اللي العذراء امنت دي وقالت ليكن لك قولك، يقول لك ايه؟ بدا سريان الحبل المقدس. تخيلوا. فتستحق الايه؟ التطويب. فاول تطويب خدناه من الكتاب المقدس هو تطويب ايه؟ التطويب بسبب الايمان. قولوا معايا: التطويب بسبب الايمان. فانتوا بقى اللي عايز ياخد التطويب ده يعيش حياه الايه؟ الايمان. طب لو ايمانك ضعيف، اطلب من ربنا: يا رب اعن ضعف ايه؟ اعن ضعف ايمان. التطويب الثاني مرتبط بالايمان، وهو ايه؟ التطويب بسبب الاتكال على الله. انك تتكل على ربنا، تكون متكل على الله في كل تصرفاتك. في مزمور 84:12 يقول: يا رب الجنود طوبى للانسان المتكل عليك.
طوبى يا بخت الانسان المتكل عليه. مزمور 34 يقول طوبى للرجل المتوكل عليه. ايه بقى المتوكل ده؟ ايه الاتكال؟ يقول لك الاتكال على الله هو التطبيق العملي للإيمان. شفتوا العبارة دي؟ الاتكال على الله هو هو التطبيق العملي للإيمان. أنت بتؤمن حسنا تفعل والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. أنت بتؤمن بربنا، طب الشياطين بيؤمنوا. إيه الفرق بين إيماننا وبين إيمان الشياطين؟ إيماننا إيمان عملي، نعبر عن العملية بالعملية دي بإيه؟ صحيح بالمحبة والخدمة وده كله، لكن كمان بالاتكال على الله. اتكالك على الله يعني إيه؟ يعني واضع ثقتك في الله، واضع ثقتك في معونته وفي صدق مواعيده. هو ده الإيمان. عشان كده الإنسان اللي يسلم حياته لربنا تسميها إيه؟ حياة التسليم. حياة التسليم دي تيجي بعد إيه؟ مع الإيمان. بعد الإيمان. مش ممكن إنسان ما عندوش إيمان ويسلم، مش كده ولا إيه؟ واللي عنده إيمان حقيقي يقول له يا رب معك لا أريد شيئا في الأرض. أبونا إبراهيم آمن، وبعدين ربنا يقول له إيه؟ اذهب من أرضك. أروح فين يا رب؟ الأرض التي أريك إياها. خلاص أنا معاك، مش مهم، مش مهم، أنا كفاية يكفيني إن أنا معك. موسى ربنا يظهر له يقول له روح لفرعون، وبعدين يقول له أروح أعمل إيه؟ دي مهمة خطيرة جدا. يقول له اذهب وإني أكون معك. خلاص. عشان كده يقول لك كتاب إيه؟ المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع. جبل صهيون ده جبل عالي وراسخ، فأنت في إيمانك تبقى راسخ ربنا. لما تتكل على ربنا يقول الكتاب لأنه تعلق بي فأنجيه. ربنا ينجيك. عارفين أنا دايما في عبارة الاتكال على الله دي أفتكر قصة كان حكاها لنا بابا شنودة زمان. يقول لك تخيل طفل صغير بيعدي الشارع، وبعدين وهو بيعدي الشارع قابل حضرتك ولا حضرتك، وقال لك ممكن يا عم تعديني معاك الطريق، فأنت تمسك إيده وتعديه. وأول ما تمسك إيد الولد وتعدي يحصل إيه؟ الولد يسلم لك نفسه تمام. انت تبقى مسؤول عنه مسؤوليه كامله لانك حاسس انك بقيت مسؤول، والولد مسلم لك نفسه خالص وماشي معاك، مش كده ولا ايه؟ او زي طفل بابا بيعوم في حمام سباحه ولا حاجه في مكان غريق خالص، الطفل يقول له بابا اجي لك، يقول له تعالى، اول ما يقول له لا استنى، وبعدين اول ما يقول له تعالى يقوم الطفل رامي نفسه والواد متعلق في رقبه ابوه مطمن خالص. ليه؟ لانه عارف ان ايه؟ ابوه هيشيله، مش هيسمح له انه. هو ده الاتكال على ربنا. لانه تعلق بي فانجيه. المتوكلون على الرب يستحقوا ايه؟ التطويب. طوبى طوبى للرجل المتوكل ايه؟ المتوكل عليه. يبقى التطويب الاولاني تطويب الايمان، التطويب الثاني تطويب الايه؟ الاتكال على. التطويب الثالث في روميا 4، روميا 4 من 7 ل8، واسمه ايه؟ التطويب بسبب التوبه. يقول ايه؟ طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه. طوبى يا رب، يا بخت اللي انت غفرت لهم يا رب، اللي غفرت لهم اثامهم، ويا بخت اللي سترت خطاياهم. الناس اللي كانوا عايشين في حياه الخطيه واتغفرت خطاياهم وسترت اثامهم. شوف يقول ايه؟ طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه. يعني ايه؟ يعني خلاص ده مش لاقي له خطيه. واحد من القديسين مره قال لا اذكر ان الشيطان اسقطني في خطيه واحده مرتين. يعني ايه؟ المره الاولى كنت بقى عن ضعف او جهل، المره الثانيه انتبهت وخدت بالي. عشان كده هنا التطويب تطويب ايه؟ تطويب التوبه الصادقه من القلب وترك الخطيه. كل مره تترك الخطيه وتعيش حياه التوبه تستحق التوبه تستحق ايه؟ السعاده والبركه. عشان كده يقول ايه؟ ده مش السعاده بس في الارض، السعاده في السماء. تخيل لانه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكتر من 99. انتوا عارفين يعني ايه فرح في السماء؟ يعني السماء عامله فرح، فرحانه فلان تاب. يعني تخيل فلان تاب، فعاملين فرح في الايه؟ السماء. عشان كده الكنيسه تعلمنا
إن التوبة تجعل الزناة بتولين، تجعل الخطاة قديسين. التوبة الحقيقية. ربنا لما قال لليهود قال لهم العشارين والزناة يسبقونكم إلى الملكوت. أعداء الكنيسة يقول لك ده بص أصل الزناة في المسيحية بيخشوا السماء. لا، مش ده التفسير. التفسير إيه؟ الزناة والعشارين اللي سمعوا لصوت ربنا وتابوا وتمتعوا بمفاعيل الخلاص هم اللي دول اللي ليهم أبدية. مش الإنسان الساقط اللي ليه أبدية، لا، الإنسان الإيه؟ التايب. عشان كده واحد من الآباء القديسين أظن يوحنا ذهبي الفم يقول لك مين هو الخاطي؟ الخاطي مش اللي بيقع في الخطية. أمال مين؟ يقول لك الخاطي هو الذي يستمر في الخطية. الإنسان اللي إيه؟ اللي واقع ومصمم يفضل إيه؟ واقع. أو بعيد عنكم الإنسان المتجبر اللي هو إيه؟ أنا مش هاممني بقى ربنا وحاجة. فيقع بتجبر. وفي ناس تبقى عايزة تعيش في حياة الخطية. عشان كده الإنسان اللي غفرت أثامه يعني اللي عاش حياة التوبة وسترت خطاياه ده يا بخته. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. ده التطويب الثالث كان بسبب التوبة في رومية 4:7-8. التطويب الرابع بقى هو إيه؟ يمشي برضو مع التوبة، اسمه تطويب الإيه؟ تطويب المخافة أو التقوى. تقوى، كلمة تقوى يعني إيه؟ تقوى نقصد بيها إنسان تقي، يعني يتقي يعني إيه؟ يعمل ساتر كده، أو يبقى عنده حاجة كده اسمها الإيه؟ المخافة. المخافة في المسيحية مختلفة. المخافة عندنا مخافة الإيه؟ البنوة، مش مخافة العبيد. مخافة البنوة ما فيهاش قيود. أنا أخاف أزعل بابا، ليه؟ عشان بحبه. أنا أخاف أزعل ماما عشان بحبها. أخاف أزعل أخويا عشان بحبه. أخاف أزعل صديقي عشان بحبه. مش أخاف غيرها بقى من صاحب الشغل عشان أنا إيه؟ خدام عنده أو شغال عنده. المسيحية فيها مخافة البنين مش مخافة العبيد. مخافة العبيد مخافة الفروض والقيود. لا، المسيحية ما فيهاش كده. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جدا بوصاياه. ادي تطويب تاني، مزمور 112. طوبى للرجل الايه؟ طبعا لما يقول الرجل يقصد بيه الكنيسه كلها. طوبى للرجل الايه؟ قولوا معايا. طوبى للرجل ايه؟ المتقي الرب. وبعدين ده كمان المسرور جدا بوصاياه. ومزمور 128 يقول ايه؟ طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. طب وايه اللي يحصل له؟ امرأتك مثل قرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل غروس الزيتون الجودة حول. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. الراجل المتقي ربنا ده خاف ربنا. في ناس أحباء قبل أي عمل تقول لك إيه؟ أنا بخاف ربنا. خاف ربنا يعني إيه؟ يعني أعمل حساب لربنا. في واحد جالي شاب من قريب قال لي الشغل بتاعي صعب خالص، كل الناس تشتم وتقول ألفاظ وطريقتهم مش حلوه، بس أنا أبونا واخد جنب كده وماشي بطريقة كويسة. قلت له هو ده الصورة. دي صورة ولاد ربنا. الناس تشوفك يمجدوا أباك الذي في السماوات، فيقولوا يا هم مستغربين هو ليه مش ماشي معاهم في طريقهم، عشان هو مختلف. قلت له أنت مختلف، أنت ابن ربنا. ولاد ربنا فيهم مخافة الله. هم ما بيغشوش عشان بيخافوا ربنا، ما بيسرقوش عشان بيخافوا ربنا، بيحافظوا على وقت شغلهم عشان بيخافوا ربنا. التاجر المسيحي الأمين ما يرضاش يغش، ليه؟ لأنه عامل حسابه في مخافة الله. يقول لك لا، ربنا مطلع وشايف. ممكن الناس تتغش، ما أسهل الغش يعني، لكن ربنا اللي شايف ومطلع، لا ما ينفعش. فيعمل حساب ربنا. طب الإنسان المتقي ربنا ده
يقول لك الايه المسرور جدا بوصاياه. يعني ايه المسرور جدا بوصاياه؟ يعني اللي ماشي بحسب وصيه ربنا. ينبغي ان يطاع الله اكتر من الناس. تقول له ما تيجي نعمل، يقول لك لا، ينبغي ان يطاع الله اكتر من الناس. حاطط مخافه الله امام قلبه. هذا الانسان يستحق ايضا الايه؟ التطويب. يا بخته، يا سعادته، يا بركته، ياخد البركه والسعاده. عشان كده الكتاب يقول لك ايه؟ امرأتك كرمة مثمرة. يعني ايه كرمة مثمرة؟ الكرمة دي حاجة غنية قوي. الناس الفلاحين لما يزرعوا شجرة كرمة وتطلع، يقول لك لا، دي حاجة بقت غالية ليها قيمة. يقول لك ده أنا عندي شجرة عنب مطلعة ثمر، ويعتبرها دي حاجة إيه؟ غالية قوي. وياخدوا، وبدليل إيه؟ دي كان عند كل الفلاحين على فكرة. سألوا في الحكاية دي، أنا سألت فيها مرة. بدليل إيه؟ إن لما دير في مرة زمان طلع فيه عنقود عنب، أي نعم طلع في غير أوانه، بس ده دليل الثمر وحاجة حلوة. خدوه بقى الرهبان وقعدوا يلفوا، راحوا لأبو مقر. وده دي قصة ليه؟ لأن كرمة المثمرة دي حاجة لطيفة وحلوة جدا تكون موجود. وبتشبه إن إحنا ربنا يسوع شبهنا، قال أنا كرمة وأنتم الأغصان، وكل غصن فيا لا يأتي بثمر، كل ما يأتي بثمر نقيل يأتي بثمر إيه؟ فامرأتك تكون كرمة مثمرة، وبنوك غروس زيتون. شوف الجمال والروعة. في الأرض المجدبة يطلع الكرم ويطلع الغروس الزيتون. رغم إن الأرض كانت صعبة، لا ما تخافش، مع ربنا مفيش حاجة صعبة. طلع لك كرمة ويطلع لك زيتون وحاجة جميلة في بيتك. ده إيه؟ ده إيه؟ دي البركة. دي البركة. الزوجة لما تكون مثمرة يعني إيه؟ مثمرة بالفضيلة. وهي الأمهات المثمرين بالفضيلة هم دول إيه؟ أصل الكنيسة اللي في بيتك. تطلع لنا أولاد إيه؟ الأم القديسة دي تطلع لنا قديسين في الكنيسة. وكذلك الأب. يعني دي بركة. الأب خايف ربنا وبيتقي ربنا في شغله، إيه اللي يحصل؟ الأم تبقى كارمة مثمرة، والولاد غروس زيتون حول مائدتك، يعني فرحان بيهم. شوف حياة فرح. فالتطويب بسبب الايه؟ التقوى. ده نمرة 4. نمرة كام اللي جاية؟ انتوا صاحيين ولا نايمين؟ يلا تشجعوا. انا فرحان ان عاداتكم كويس النهارده. التطويب بسبب الطاعة، انك تعيش حياة الطاعة. في مزمور 119 يقول ايه؟ طوبى للكاملين طريقا، السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه. دول الناس اللي يطيعوا ربنا. دول اللي يقول عنهم كمان في امثال، يقول ايه؟ الان ايها البنون، في امثال 8:34. الان ايها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. يحفظوا طرقي يعني ايه؟ عارفين طريق ربنا بيمشوا فيه. طب مين اللي بيشاور لنا على طريق ربنا؟ ربنا نفسه. ربنا يقول لك امشي في طرقي، وعايزك تمشي في طريق. يقول لك انا الراعي الصالح وانا اسير امامك، وانت تعمل ايه؟ تتبعني. امشي في طرق ربنا. عشان كده الكنيسه ليها قول كنسي حلو خالص. ايه هو؟ ابن الطاعه. ده على فكره مش ايه في الانجيل، لكن ده قول ايه؟ كنسي. طبعا ماخوذ من ما معناه من الكتاب المقدس. ابن الطاعه. ايوه، كل ما تطيع ربنا وتطيع الوصيه. احنا نقول لاولادنا ايه؟ ابن الطاعه تحل عليه البركه. ايوه، عايز ايه؟ انا عايزه يسمع كلامك. بس الاهم انك انت تسمع ايه؟ صوت ربنا، كلمته، كلمه ربنا. معلمنا بطرس ابن طاعه. هو والتلاميذ تعبوا الليل كله ولم يصطادوا شيء. وبعدين بقى ربنا يجي لبطرس يقول له ايه؟ ابعد قليلا عن الايه؟ عن البر. ادخل الى العمق. تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ماشي، القي بس الشبكه، على كلماتك القي الشباك. دي الطاعه. الطاعه ايه؟ اللي فوق حدود العقل. ما احنا تعبنا الليل كله، دي البحيره معروفه يعني. لفينا البحيره كلها قطعه قطعه، بالليل ما فيهاش ولا سمك. نعمل ايه؟ لا، على كلمتك نلقي الشبكه. طب ولما القينا ابن الطاعه تحل عليه البركه، نطلع سمك ايه؟ صيد وفير. المركب نفسها كادت تغرق. يا يوحنا
تعالى تعالى هات مركبتك انت كمان وشيل معانا، خد انت كمان من البركه. كل ولاد ربنا اللي بيشتركوا في الطاعه ينالوا التطويب، فتطويب بسبب الطاعه. التطويب الجاي مهم خالص. نمره كام اللي جاي؟ 6. فاكرين اللي فاتوا؟ افكركم عشان تصحصح. تطويب بسبب الايمان، وبعدين بعد الايمان حاجه مرتبطه بيه الاتكال على ربنا. الثالث تطويب بسبب التوبه، برضو الرابعه مرتبطه بيها الايه؟ مخافه الله. التطويب الخامس هو ايه؟ طاعه، وبرضو كلهم مبنيين على بعض. بعد كده التطويب السادس بقى تطويب للي بيبعدوا عن اصدقاء السوء. اسمع دي ارجوك. احيانا صداقتنا للناس تكون سبب ضياعنا، واحيانا ان احنا مش عايزين نزعل صحابنا تيجي على ايه؟ على طريق ربنا. شوف الكتاب يقول ايه بقى في مزمور 1:1 اللي انتوا بتقروه كل يوم كنيسه وضعته لنا في فاك. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجد، لكن في ناموس الرب مسراته. أيوة، ده إنسان يا بخته. الإنسان إيه؟ اللي عارف إن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. اخترت طريق ربنا، اعزل نفسك عن الشر. أبونا إبراهيم اختار طريق ربنا، بص على سدوم. سدوم دي فيها شر بس فيها خير، فيها مرعى، فيها أكل وشرب للرعية. طب ما تاخد سدوم عشان تأكل وتشرب براحتك، ده فيها ري وفيها مية وفيها كل حاجة. لا يا عم، أنا أختار إيه؟ أختار الصحراء مع ربنا، ولا ليش أختار الإيه؟ الشر من إيد الشيطان، ولا أختار المعاشرات الرديئة. لوط راح واخد خيمة على حدود إيه؟ سدوم وعمور، وبعدين عايز اتجوز هيقعد بمراته في الخيمة؟ هفضل أنا قاعد في الخيمة بقى أنا ومراتي وكده؟ لا، والعيال وأخلف عيال؟ لا، ندخل بقى نعيش فين؟ نعيش في سدوم وعمور. لوط هرب بكم بنت؟ بنتين، لكن دول مش كل ولاده، ده كان ليه بنات كتير، لكن كانوا متجوزين منين؟ من سدوم. وحصل لهم ايه؟ اتحرقوا فيها. المعاشرات الرديئة يقول لك كانت نفس الصديق تتعذب كل يوم، نفسه بتتعذب من الشر. طب وايه اللي جبرك؟ احيانا احنا نعمل كده، اصل مش عايز ازعل صحابي. لا، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. سامحوني يعني، سامحوني. في معاشرات رديئة. احيانا الرجاله يروحوا يقولوا مش عارف نقعد فين، والكلام يجيب شر. واحيانا السيدات يتجمعوا مع بعض ويحلى ايه؟ كلام النميمه والشر، ونقعد نجيب ماسك السيره. كل دي خطيه، كل ده ضعف. افتكر ان ربنا بيقول طوبى للذي لا يسلك في مشورة الاشرار، واللي ما يقفش في مجلس المستهزئين، ولا يقعد في مجلس، ده بيقول لك في مجلس المستهزئين لم يجلس. خد بالك، اوعى تقعد في مجلس اسمه مجلس مستهزئين. مره واحد جه يقول لي حاجه شبه اعتراف كده، يقول لي احنا مجموعه خدام مش من عندنا يعني، وبنقعد مع بعض، بس بصراحه يعني لما نقعد نجيب سيره بقى ابونا فلان والانبا فلان ومش عارف ايه، ونقعد. قلت له ده مجلس مستهزئين. قال لي كلهم خدام. تبقى الطقمه ايه؟ 2، لان وقعت الشاطر ب1000. خد بالك، بص تلاقي واحد كاتب لك بوست كده على يسيء للكنيسه، مش عارف ايه، ويقوم كاتب كلام، ويدخل ناس تعلق ويشتموا ويعملوا ويقولوا الفاظ. ناس فرحانين مثلا بتعبر عن فرحتهم بطريقتهم البسيطه في الصعيد، يستقبلوا البطرك. الواحد مركز في الفرح والناس الفرحانه، كلمات الغنيه، فرح الناس. قد الاف واقفين في ده في كنيسه ما، انا ما اعرفش اسمها ايه، انا ما اعرفش يعني، جايبينها بالليل الساعة 7 بالليل. البطرك رايح عندهم تاني يوم الصبح الساعة 7
الكنيسه مليانه من 7 مساء. ها؟ ما اعرفش. الناس ماليه، كنيسه كبيره جدا، الناس ملت الكنيسه، فالناس بتقول ايه؟ امال احنا لو رحنا بكره الصبح هنقعد فين؟ قالوا لهم ده دوبك تقعدوا، ده مش في المنصه اللي بره، ده تقعدوا في الشارع في الجنب التاني بقى. واحد بقى يسيب كل المحبه والفرح والكلمات والتدشين والكنائس اللي شكلها حلو، يقول لك بس هو ينفع مش عارف يحصل ايه يا اخي. وتلاقي ايه؟ 50 واحد دخلوا على مجلس المستهزئين. ايوه اصل مش عارف ايه، واصل احنا مش عارف إيه. ليه كده؟ ليه الروح دي؟ وبعدين يطلع ناس من اعداء الكنيسه يرددوا نفس الكلام. ليه كده حبيبي؟ ده مجلس الايه؟ المستهزئين. سامحوني يعني بقول كده. تطويب للمبتعدين عن اصدقاء السوء. اصل اصدقاء السوء، انا ليه قلت بقى الميديا؟ لان الاصدقاء ما كانوا زمان بيتقابلوا. النهارده لا، الاصدقاء بيعملوا ايه؟ هم اصدقاء على الفيس او اللي هو ايه الحاجات، انا ما اعرفش غير ده، يعني في حاجات تانية انتوا مش عارف. التطويب نمره كام اللي جايه؟ نمره 7، يلا عشان نخلص. لسه 5. التطويب للساكنين في بيت ربنا واللي بيسمعوا كلامه. يقول ايه؟ ها؟ طوبى في مزمور 84 4، انتوا حافظينها التطويبه دي حلوه خالص. طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك، طوبى لاناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم. الساكنين في بيت ربنا يعني ايه؟ الناس اللي بتيجي بيت ربنا باستمرار، حياتهم بقى جوه الكنيسه. سامعيني يا اخواتي؟ مركزين يا اولاد ولا مش مركزين؟ الناس اللي بتيجي الكنيسه كتير، يا بخت اللي بيجي الكنيسه باستمرار ده. في ناس حارمه نفسها من الكنيسه ليه ما اعرفش، وناس قاعده في البيت وتقول له طب ما جيتش قداس بقالك كتير، يقول لك مش عارف. وستات يعني سامحوني، يعني في احيانا ربات منزل يعني لا عندهم شغله ولا مشغله ومش عايز يجي. طب وبعدين احنا في اسره بعيده عن الكنيسه وعاملين مشاكل، بقالنا اسبوعين 3 شهرين 3، كل واحد مننا من الاباء يحاول مره عشان نروح نحل المشاكل، مش عايزين يستقبلونا حتى، مش عارفينهم، حتى احنا مش عارفينهم، لكن مشاكل جايه بنسمع عنها. طوبى للسكان في بيتك يباركونك الى الابد. طب في بيت ربنا ايه؟ ده الكتاب يقول فرحت بقالين لي الى بيت الرب ايه؟ نذهب. شوفوا احنا في أشية الانجيل نقول الايه اللي وردت في متى 13، نقول طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم. طب بنبصر ايه؟ نبصر المسيح على المذبح، نبصر الشرقيه، نبصر القديسين، الملائكه والقديسين اللي موجودين في الكنيسه. يا بخت عينيكم اللي شايفه ده. ولاذانكم التي تسمع ايه؟ تسمع كلمة ربنا الحية والفعالة والأمضى من كل سيف ذي حدين. هو ده. يا بخت الإنسان اللي ماسك في بيت ربنا. يقول له يسبحون، طوبى لإناس عزهم بك، طرق بيتك فين؟ في قلبهم. ده مش بس بيتك، ده الطريق اللي مؤدي لبيتك اشتياقات قلبهم. في خادم كده ولا حد يعني منكم، يا سلام أروع وقت بالنسبة له وهو ماشي للكنيسة. زمان كانوا يدونا تدريب، يقول لك يعني كل ما تمشي للكنيسه، ما خلونا لما نيجي رايحين الكنيسه، انا كان بيني وبين الكنيسه شويه كده، كان جنبيا كنيسه قريبه بس انا كنت بخدم في كنيسه بعيده شويه. فكانوا يقولوا لنا تدريب لطيف كده بسيط زمان، كان يقول لك لا وانت جاي الكنيسه ما تركبش، امشي عشان تحس باشتياقات وانت رايح الكنيسه. يقولوا لنا كده زمان يعني. في بعض حاجات كده كانت بسيطه بس كنا بنفرح بيها في قلبنا. كل واحد يبقى فرحان قوي رايح مشي، واحيانا يبقى الجو حر، احيانا ما كنا نروح الدير زمان. يعني اقرب دير لينا دلوقتي مثلا دير انبا بشوي اللي احنا بنعتبره فرتة كعب ده. زمان عشان نوصل دير انبا بشوي ده كنا نقف عند الوادي ونستنى جرار ولا حاجه، وبعدين معظم الايام كنا لما نروح نقول ايه؟ لا نتمشى من الوادي للدير. وطول ما احنا ماشيين بقى ايه؟ نقول ترانيم يا سائح للقاء يسوع وحاجات اللي احنا حافظينها دي. وفرحانين قوي، شباب صغيرين بس فرحانين ليه؟ اتربينا على الفكره دي. اتربينا على الفكره دي. طرق بيتك في ايه؟ في قلوبهم. خد بالك، خد التطويبه دي، انك تبقى فرحان بمجيك للكنيسه، انك تبقى فرحان بوجودك الكتير،
يا بخت اللي الكنيسة بالنسبة له ايه؟ مرات متعددة. نشكر ربنا ان بقى عندنا كنيسة في المكان ده. كان بيننا وبين اقرب كنيسة مسافة قد ايه؟ الكنيسة النهاردة بقت بالرجلين، وفي ناس بيوتها بص على الكنيسة. ياه، دي انهي نعمة دي؟ انهي نعمة دي يا اخوة؟ ردوا عليا. ده احنا كنا بنجيب عربية ميكروباصات تقف على نص شارع الحي عشان توديك كنيسة انبا برقام. مش كده ولا ايه؟ نركب مواصلتين عشان نوصل المشوار الصغير ده، بس لازم نركب له مواصلتين، او دميان مواصلتين وتمشي، او مواصلتين وتمشي، وهكذا. عندنا نعمة. عوض. قول لنفسك ايه؟ ما انا كتير قوي من وانا صغير لا ما كنت الكنيسة بعيدة، ده انا فرحان دلوقتي. انا عوض ليك كتير في الكنيسة، وتعالى احضر اجتماعات. ربنا بيقول لك طوبى للساكنين في بيتك، يعني المترددين باستمرار على الكنيسة. التطويب نمرة 8، تطويب السالكين بالحكمة. يقول ايه في أمثال 3:13؟ طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة والرجل الذي ينال الفهم. الحكمة دي أم الفضائل وطريق القديسين. طبعا نقصد بالحكمة الحكمة النازلة من فوق اللي من عند ربنا، اللي من مواصفاتها ايه؟ طاهرة ومسالمة ومترفقة ومملوءة رحمة وليها ثمار صالحة. دي الحكمة. اوعى تفتكر بقى في حكمة تانية اسمها الحكمة الأرضية، دي النفسانية الشيطانية، دي اللي هي بيسموها بعيد عنكم الايه؟ المكر. الواحد مخادع ولا ماكر. طب الحكمة دي نجيبها ازاي؟ يقول لك حاجتين يجيبوا لك الحكمة. الصلاة. من تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. صلي يا حبيبي، قول لربنا يا رب اديني حكمة أفهم مقاصدك، يا رب اديني حكمة أعرف أفهم شريعتك اللي في الكتاب المقدس، يا رب اديني حكمة في التعامل مع الناس، اديني حكمة في تربية ولادي وترتيب بيتي، في تعاملي معاك وفي المخافة. كل دي محتاجة حكمة مننا. اطلب من ربنا. ونمرة 2 اللي يديك الحكمة الكتاب المقدس. يقول ايه؟ كلمة الرب مضيئة تنير العينين. كل ما تقرا في الكتاب المقدس كل ما ربنا ينور بصيرتك ويديك الايه؟ استنارة. يقول كلمة ربنا ايه؟ تحكمك للخلاص. يعني زي واحد أعمى كده وهي بتقوده في طريقه للخلاص. تطويب نمرة 9، تطويب السهرانين. تطويب مين؟ السهرانين يعني ايه؟ المستعدين للقاء المسيح. عارفين الترنيمة اللي كنا نقول والسهران يلبس إكليل. السهران يلبس إكليل. ربنا في أشعية 30:18 يقول طوبى لجميع منتظرين ربنا، يعني ايه؟ السهرانين. وفي رؤيا يقول طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا. قديس يوحنا زي بالفم كنت بقول لكم قول من يومين، يقول لك لئلا نوجد عراه امام الديان. احنا عراه من الاعمال الصالحه. فهنا بيقول لك ايه في سفر الرؤيا؟ طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي ايه؟ عريانا. طب ايه الثياب دي؟ ايه الثياب دي؟ يسهر يعني مستيقظ. ايه الثياب بقى؟ ثياب الفرح. الثياب اللي خدتها فين؟ اللي خدتها في المعمودية، اللي بنسميها لباس الحياة الأبدية. احنا في المعمودية لازم نلبس الطفل لبس أبيض بعد المعمودية، ونجيب حتى لو نجيب فانيلا بيضة كده واحنا بنلبسها له نقول له ايه؟ لباس الحياة الأبدية. اللبس ده بيشاور على مين؟ المسيح الجديد الفاخر. أخلع الإنسان العتيق والبس الجديد الفاخر. مين الجديد الفاخر؟ المسيح نفسه. لباس الحياة. فتحفظ الثياب يعني ايه؟ تحفظ أبديتك. الثوب اللي خدته من المعمودية أبيض ترجعه لنا كمان ايه؟ شوف الكنيسة تعمل حاجة لطيفة، نلبس الطفل أبيض في المعمودية. طب ولما نيجي نصرفه بقى بسلام
وهو مسافر تلبسه برضه كتان ابيض. اشاره لايه؟ ان استلمناه ابيض ومرجعينه ابيض. بس طبعا الكنيسه عندها رجاء في ده، لكن يا ترى اللي راقد ده ابيض ولا من بره بس؟ طيب طوبى بقى اللي يعمل ايه؟ اللي يسهر ويحفظ ايه؟ ثيابه. طب وان التوب بتاعك اتوسخ، شوف بقى في سفر الرؤيا يقول ايه. في رؤيا 7 يقول ايه؟ غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم المسيح. يعني ايه؟ لما التوب بتاعك يتوسخ تعال اغسله في دم المسيح. لسه حد بيسألني وانا بدي موضوع، بيقول لي ليه الدم؟ يعني ليه الدم يا ابونا يعني؟ قلت له عشان كده، عشان الدم بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. الدم ده دم المسيح. طب لما التوب بتاعك يتوسخ، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. مش كان نيجي نحرص على التناول، تثبت في الكنيسة وتحرص على التناول، تقول أنا خاطئ أنا ضعيف، يا رب ارحمني اديني توبة، قدم توبة وخد حل، روح تقدم للتناول تغسل ثيابك. تشبه العبد الأمين صاحب الوزنات اللي ربنا قال له طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. أدي تتويب للساهرين في لوقا 12. احنا ماشيين في الكتاب المقدس كله النهارده، امثال واشعياء ومزامير وكل كتاب موضوع دراسي. طوبى لايه؟ طوبى للذين اذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. ساهرين يعني ايه؟ صحصحين، يقظين، مستعدين، عاملين زي مين؟ زي الخمسه الايه؟ الحكيمان. طب وفي النهايه منورين، وفي النهايه واخيرا وضع لي اكليل البر والسهران يلبس افتكروها دي. انا الترنيمه دي حلوه قوي، بطلنا نقولها. احنا معظم الترانيم اللي في كتب الترانيم دي محتاجه مراجعه. الترانيم الارثوذكسيه الحلوه كان ليها معاني مقدسه وتمشي وتتوافق مع منهج الكنيسه الارثوذكسي. نمره 10 يلا عشان نخلص. تطويب صانع الخير. يعني ايه بقى؟ يقول طوبى للصانعين الحق الصانع البر كل حين. ده في مزمور 106. في أمثال 14 31 يقول من يرحم المسكين فطوبى له. وفي مزمور 141 يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب. الإنسان اللي بيصنع الخير، الإنسان اللي بيعمل خير مع الناس، بيزور مريض، بيساعد، بيقدم عشور. الإنسان اللي عايش لنفسه ده عايش إزاي؟ ده أنت حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. أنت بتكنس فين؟ قلبك وكنزك مرتبطين ببعض. بتكنس في السماء قلبك يبقى في السماء، بتكنس في الأرض يبقى قلبك في الأرض. راجع، اعمل، قدم عشورك، ساعد الناس المحتاجين، ساعد الناس عشان تاخد التطويب. نمرة 11 تطويب المتألمين لأجل الله. يقول في 1 بطرس 3:14 إن تألمتم من أجل البر فتوباكم. مين هو البر؟ مسيح نفسه. يعني إن تألمتم من أجل المسيح يا بختكم تاخدوا بركة. يعني إيه؟ لو أنت حضرتك ماشي في الشارع وناس شتموك ولا أهنوك عشان أنت مسيحي، ولا قالوا لك يا عظمة زرقاء ولا أي حاجة من الحاجات دي، توبة لكم. إن عيرتم باسم الرب توباكم. وفي يعقوب 1:12 يقول ها نحن نطوب الصابرين وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الإيه؟ الرب. اصبر على التجربة والضيقة تعب، اصبر على الصليب والاحتمال. الناس النهارده بتزعل مننا لما يكون في مثلا مشكلة ونقول ده صليبك. مش عايز اسمع الكلمة دي. طيب ما تسمع عشان خاطرك مش هقولها. ماشي وبعدين صليب. طب والصليب معاه ايه؟ مجد. ان كنا نتألم معه سنتمجد ايضا معه. فطوبى افتكر كده، ان تألمتم من اجل البر طوباكم. معلش استحمل من اجل ربنا. اخر تطويب بقى، الاخير بقى تطويب الذين ركضوا في الرب. يقول ايه؟ طوبى لمن اخترته
ليسكن في ديارك إلى الأبد. طوبى للساكنين في بيتك. اكتب في رؤيا 14-13، اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. أموات في الرب يعني إيه؟ يعني اللي عاشوا حياة الإيمان، اللي عاشوا حياة التوبة، عاشوا حياة النقاوة، كان ليهم أعمال رحمة، كان ليهم فضيلة، واللي كانوا بيطوبوا العمل عشان عمل الخير، دول كلهم اسمهم إيه؟ أموات في الرب. عشان كده دول ليهم بعد كده إيه؟ حياة أبدية. يا بختهم إنهم عايشين دلوقتي إيه؟ مع ربنا. ربنا يبارك حياتكم كل مرة وأنتم طيبين. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وللأبد. آمين.